هلو على أجدع ناس. فيلمنا بيبدأ في أمريكا اللاتينية وتحديدا المكسيك، وبنعرف إن الفترة دي عمليات خطف الأطفال والمراهقين وطلب فدية من أهاليهم اللي مأمنين على حياتهم بملايين، وتقريبا ده بيحصل كل ساعة. واللي بيبلغ الشرطة من الأهالي عصابات الخطف بيعاقبوهم بإنهم يقطعوا جزء من جسم أولادهم زي ودن من ودانهم مثلا. وبنروح لجون كريس وهو واخد صديقه للمكسيك علشان يزور صديقه القديم راي، وبيقعدوا وبيتكلموا مع بعض بعد غياب. وري بيعرف ان كريس ما بيشتغلش، وبعدها كريس بيسأل راي تفتكر ربنا هيسامحنا بعد اللي احنا عملناه في حياتنا ده؟ لكن راي بيقوله طبعا لا. وفي نفس الوقت رجل الأعمال الشاب سامويل بيسأل جوردن المحامي بتاعه عن آخر عملية خطف حصلت، وبيسأله بيقوله ايه اللي حصل فيها. وجوردن بيقوله ان اهل الولد دفعوا الفدية والعصابة رجعت الولد للبيت، بس قطعوا ودن من ودانه بسبب ان اهله بلغوا البوليس. وسام بيقوله ان هو عنده بوليس التأمين ضد الخطف، فجوردن بينبهه انه لازم يكون عنده حارس شخصي والا البوليسة هتتلغي. وبيقترح عليه ان هو يدور على حارس شخصي يكون ما بياخدش فلوس كتير على بال ما يجدد بوليسة التأمين وبعدين يبقى يفصله لأي سبب، وده احسن من ان تكون مراته في موقف محرج وبنته مش قادرة تروح المدرسة، وده بسبب انهم العيلة الوحيدة الغير محمية في الحي اللي هم عايشين فيه. وفي طريقهم لبيت عيلة سامي، كيريس بيقوله ان مدمن كحول زيه يكون الحارس الشخصي بتاعهم، وري بيقوله انه لازم يحاول يسيطر على نفسه في موضوع الكحول ده، وانه عارف انه حتى لو هو في أسوأ حالاته فمهاراته احسن من ناس كتير. وبيقابل كريس سامي بعدها اللي بيكون مستغرب ان كريس قبل الوظيفة بالرغم من ان تاريخه كبير جدا في العمليات العسكرية ومكافحة الارهاب. وكريس بيقوله انه مدمن كحول وده اللي ممكن يخليه بطيء شوية لو حد حاول يخطف بنته. وسامول بيسأله طب لو حد هاوي يحاول يعمل كده، فكريس بيقوله غالبا هقتله. وبينبه سامول عليه بعدها انه ما يجيبش سيرة ادمانه للكحول قدام مراته، وبيوصل لبيت سامول بعدها. وسامول بيعرف كريس على مراته ليسا اللي بترتاح له أول ما بتشوفه، وكريس بيطلب منها بعدها مشروب كحول، وبيتعرف بعدها على بنتهم بيتا. وليسا بتطلب منها انها تاخد كريس وتوريه اوضته، وسام بيقول لليسا كويس انك وافقتي عليه بالسرعه دي. بيتا بتبدا تعرف كريس على العمال اللي في البيت، وكريس بيشوف طائر محبوس في قفص، وبيتا بتقول له ان بتاع ايميليو اخر حارس شخصي ليها ونسى ياخده معاه، وبتساله بيتا لو ممكن تناديه بكريسي، وكريس بيقول لها مفيش مانع، وبتسلم عليه وبتمشي. بتروح بيتا علشان تنام، وبتقول لمامتها انها مرتاحة لكريسي لان هو شكله حزين جدا. وكريس بيكون بيدرس خط سير مدرسة بيتا تاني يوم، وبيروح يفتح باب القفص للطائر وبيحرره. بيكون مع بيتا في العربية علشان يوصلها للمدرسة، وبيتا بتفضل تسأله علشان تتعرف عليه اكتر، لكن كريس بيطلب منها انها تبطل اسئلة لانه مش قادر يركز في شغله. وبيستغرب كريس ان بيتا على علم بعدد عمليات الخطف اللي بتحصل، وبيوصلها للمدرسة. وكريس بيمضي في دفتر الحضور، وبيتا بتعرفه على مديرة مدرستها اللي بتلومه لانه اخر بيتا عن ميعادها، وبيتأسف لها لانه لسه ما تعودش على الطريق، وبتقوله بعدها كلمات من الكتاب المقدس. وكريس بيكمل كلامه بعدها وبيسلم عليها وبيمشي. وبعد ما بتخلص بيتا مدرستها، كريس بيكون بيستنيها برا علشان يرجعها للبيت. وفي طريقهم بتسأله بيتا هل كان بيحب المدرسة وهو صغير، وكريس بيقول لها انه ما كانش بيحبها لانها ما كانتش زي المدرسة بتاعتها. وبيتا بفضول الأطفال بتسأل كريس عن الإصابة اللي في إيده، فبيقول لها إنها مشكلة اتولد بيها، وبيطلب منها تبطل أسئلة. وبيفضلوا يتناقروا مع بعض هما الاتنين. وبيتحرك كريس بعدها وبيكون قاعد في أوضته، وبيخبي إزازة الكحول أول ما بيشوف ليسا بتدخل، وبتقوله بعدها إن بيتا حكت لها عن اللي حصل بينهم، لكن كريس بيقول لها انهم بيدفعوا له علشان يحميها مش علشان يكون صاحبها. وبتتضايق ليسا من رد كريس، لكن بتقوله عندك حق، وبتسيبه وبتخرج بعدها. كريس بيكون في حالة نفسية سيئة، وبيفضل يشرب ويفتكر كلامه زمان وهو بيقول لري انه تعب من كتر قتل الناس، وبيبدأ تأثير الكحول يخليه مش في وعيه. وبيفتكر سؤاله لري لما قال له تفتكر ربنا هيسامحنا ولا لا، وبيحط رصاصة في المسدس بتاعه وبيحطها على راسه وبيضرب، بس كريس بيلاقي الرصاصة ما خرجتش من المسدس، وبيتصل بري وبيصحيه من النوم، وبيسأله لو صادف مرة الرصاصة ما خرجتش من السلاح بعد ما يضغط على الزناد. وري بيقول له ان الرصاصة
رصاصة دايما بتقول الحقيقة. وبيرجع أوتو يشيل الرصاصة اللي كان عايز ينتحر بيها. وتاني يوم بيوصل بيتا لتمرين السباحة وليسا أمها بتكون معاها. وبيلاحظ كريس إن في عربية ماشية وراه، وبيحاول إنه ياخد رقم العربية لكن ما بيقدرش يعمل كده وهو بيسوق. فبيتا بتخرج ورقة وتاخد الرقم وبتخليه معاها. وكريس بيوصل ليسا للبيت وبيرجع لبيتا تاني في تمرينها، وبيفضل يتابعها لحد ما بتخلص. وبتقوله بعدها إنه عمرها ما بتفوز. وفي طريقه من البيت بيتا بتقول لكريس إنه عندها بطولة كمان 3 أسابيع وكده أكيد هتخسر. وكريس بيقول لها إنها بتنط متأخر بعد ما بتسمع طلقة البداية وهو ده سبب خسارتها. وبترجع بيتا وكريس للبيت، وبتكون بيتا مبسوطة جدا إنها قربت أكتر من كريس. وتاني يوم بيكون سامول وليسا مسافرين كام يوم وبيسيبوا بيتا مع كريس. وبيبدأ كريس بعدها يدرب بيتا إنها ما تخافش من صوت رصاصة البداية وإنها تنط في المية أسرع. وحتى بيبدأ كمان إنه يساعدها في مذاكرتها. وبيبتسم كريس معاها، ولما بيتا بتقوله أنت ابتسمت بيقول لها لا ما حصلش. وبعدها بكم يوم بيرجع أبو بيتا وأمها، وبيكون جايب لها كلب هدية وبيقول لها إن اسمه سام على اسم أبوه. وبتلاقي ليسا إن كريس وبيتا قربوا من بعض أكتر، وبتكون مبسوطة جدا وبتطلب من كريس إن هو يوصلها بكرة للكوافير. بعد ما يوصل بيتا للمدرسة، بيتا بعدها بيكون مستواها تقدم في السباحة بسبب كريس، وبيروح معاها لبطولة السباحة. وبيقابل مديرة المدرسة اللي بتقوله إنك النهاردة مكان سامويل أبو بيتا. وبيحس كريس بالمسؤولية ناحية بيتا، وبيبدأ السبق وبيتا بتقدر إن هي تفوز. وأول ما بتخرج من المية بتجري على كريس وبتحضنه اللي بيكون فرحان جدا بفوزها. بياخدها كريس بعدها وبيقابلوا صاحبه ري وإليشا مراته. وبيتا بتدي لكريس دبدوب هدية وجواه سلسلة وبتقوله إنها اشترتها بفلوسها. وكريس بيتأثر جدا بالهدية دي وبيشكرها. وبيرجعوا بعدها للبيت وبيتا بتدخل لأبوها وبتقوله إنها مش عايزة تعزف بيانو وإنها بتحب السباحة أكتر، بس بيقول لها إن ده أمر محسوم وإن مدرس البيانو لو قبل إنها تتعلم معاه يبقى هتتعلم بيانو. وبتحكي لكريس بعدها إنها سجلت رقم العربية اللي كانت ماشية وراهم في كراستها بس ما لحقتش تنقل آخر رقم. وبتشكي لكريس إنها مش عايزة تتعلم بيانو لأنها بتحب السباحة أكتر. فكريس بيطلب منها إنها تتجشأ كل كام دقيقة كده مع مدرس البيانو بتاعها، وده هيخلي مدرس البيانو يطفش منها. وبيقول لها تاني يوم هترجعي للسباحة تاني مفيش كلام. وبيروح يوصلها لمدرس البيانو وبتديله وردة قبل ما تدخل. وبيفضل كريس مستنيها مع الكلب سام عما تخلص الدرس، لكن كريس بيحس بحركة غريبة في الشارع وبيلاقي عربية شرطة بتيجي تقفل الشارع و2 شرطيين بينزلوا يراقبوا المكان. وبيشوف نفس العربية اللي كانت بتراقبه قبل كده بتقرب ومعها عربية شرطة تانية. وفي نفس الوقت اللي بيتا بتخرج فيه من درس البيانو كريس بيعرف انهم عايزين يخطفوها وبيطلب منها انها تجري بسرعة. وبيبتدي كريس يشتبك معاهم لكنه بيتصاب في رصاصة في كتفه وبيقدر انه هو يقتل 4 منهم 2 شرطيين فاسدين، لكن بيبدأوا يضربوا عليه رصاص من كل الاتجاهات وبيقع كريس على الأرض. وبيتا بتكون خايفة عليه فبترجع تاني علشان تشوفه، لكن بيجي واحد وبيخطفها وبيهرب. وكريس بيروح المستشفى بعدها والشرطيين الفاسدين بيكونوا لفقوله تهمة قتل 2 من الشرطة وخطف بيتا. والشرطة بتروح لبيت سامويل علشان تحقق في خطف بيتا. وجردن محامي العيلة بيروح لمحامي اسمه فوينتس انه بيتفاوض مع الخاطفين ومش عايزين حد من الشرطة يتدخل. ري بعدها بيهرب من الحراسة اللي كانت على كريس في المستشفى وبيقدر يدخله. وبيجي مدير التحقيقات وبيدخل وبيشوفه. وفي نفس الوقت مكتب التحقيقات بيكونوا مراقبين تليفونات البيت بتاعت سامويل وبيسمعوا العصابة وهي بتكلم سامويل وبتهدده انه لو ما دفعش 10 مليون دولار مش هيشوف بنته تاني. وبيدوا لسامويل التعليمات اللي بيبدأ ينفذها وهو بيسلم لهم الفلوس. وبيكونوا طلبوا منه انه يخلع قميصه ويشاور بيه من جوه العربية وانه يسيب الفلوس متقسمة في شنطتين في شنطة العربية اللي مركونة في الشارع. لكن بيكون الشرطة عاملة كمين للعصابة وبيقتلوا واحد منهم والباقي بيهرب من غير ما ياخد الفلوس. والخاطف بيتصل بسامويل بعدها وبيقول له انت خنت الاتفاق والشرطة قتلت ابن اخويا بسببك وربنا بقى يكون في عون بنتك بعد اللي عملته. وليسا بتاخد التليفون وتترجى الخاطف انه ما يأذيش بنتها، لكن بيقول لها ان خلاص فات الاوان على الكلام ده. وبنلاقي ميجا المدير التحقيقات بيهرب كريس من المستشفى وبيقول لري ان كريس قتل 2 فاسدين من الشرطة واكيد الباقي هيكونوا عايزين يقتلوه. وبياخدوا ري لبيت امن علشان يكمل علاجه. وبيقول لكريس بعدها ان اللي خطفوا بيتا هيقتلوها. وكريس بيتصدم لما بيسمع الخبر ده. وميجا بعدها بيجيب دكاترة علشان يعالجوا كريس وبيبدأوا يوروا له صور شرطيين فاسدين ويشوف لو
بيقدر يتعرف على حد فيهم يكون متورط في خطف بيتا، لكن كريس ما بيقدرش يتعرف على أي حد. وميجل بيقوله إن كل الشرطيين الفاسدين دول محميين من رابطة اسمها هيرمنداد. وبعد ما بيتحسن كريس، راي بياخده وبيقوله إن هو هيخرج برا البلد، لكن كريس بيقوله إنه مش هيهرب، وبيطلب منه إن هو ياخده للمكان اللي حصل فيه خطف بيتا، وبيكون في صحفية ماشية وراهم بالعربية وراي بيكون عارفها. وبيوصلوا للمكان وكريس بيبدأ يراجع التفاصيل، والصحفية بتروح له وبتعرفه إن اسمها مارينا، وبتقوله إنها ممكن تساعده إن هم يكتشفوا رابطة الهيرمنداد. وبتسيب لكريس الكارت بتاعها، وكريس بيسيبها وبيمشي. بيطلب كريس بعدها من راي معلومات محتاجها علشان يوصل للرابطة دي، وبيرجع لبيت بيتا بعدها وبيدخل أوضتها وبيفتح دفاتر الملاحظات بتاعتها، وبيلاقي رقم العربية اللي بيتا قالت له إنها نقلته واللي بيكون لسه ناقص رقم. وبيلاقي كمان بيتا كاتبة إنها بتحبه. وبتدخل ليسا وبيقول لها إنه كان بياخد حاجات وهيمشي، وإن أي حد متورط في خطف بيتا هيقتله. وليسا بتديله لعبة بيتا وبتخرج. وبيروح كريس بعدها مع راي وبيشتري كمية أسلحة ضخمة استعدادا للمواجهة. وبيتصل بمارينا وبيديها رقم العربية اللي نقلته بيتا، وبيقول لها إنه ناقص رقم، وبيطلب منها بيانات ل10 احتمالات لنمرة العربية. وبتبعت مارينا بيانات العربية فعلا لكريس اللي بيركب جنب صاحبها جورجو وبيهدده بمسدس، وجورجو بيقول له أنا ظابط. فكريس بيأمره إنه يتحرك لحد ما بيوصل لمنطقة معزولة، وكريس بيربط إيده في دركسيون العربية وبيبدأ يستجوبه، وكل ما بيرفض يتكلم كريس بيقطع صباع من إيده وبيكوي الجرح بالولاعة، لحد ما بيقوله إنهم بياخدوا تعليمات من واحد اسمه ذا فويس، بس هو ما قابلهوش قبل كده. وبعد شوية تعذيب من كريس بيقوله إنهم سلموا البنت لحد اسمه الحارس، وبيدي لكريس أوصافه وبيطلب من كريس سيجارة، وكريس بيقتله بعدها. ميجل بعدها بيلاقي جثة جورج وبيعرف إن كريس بدأ بانتقامه، وكريس بيروح للمكان اللي قاله عليه الضابط الفاسد جورج علشان يشوف الحارس اللي استلم بيتا. والمزيكا بتكون عالية جدا في المكان، وكريس بيهدد واحد بمسدس وبياخده يوديه للحارس، وبيكون معاهم واحدة ثالثة. ولما بيرفضوا يتكلموا كريس بيخلص على الراجل اللي وصله، وبيكتف الحارس والست اللي معاه وبيبدأ الاستجواب. والحارس بيقوله إن كل حاجة بتتم عن طريق تليفون، وإنهم بيدفعوا لهم $200 بس في الأسبوع لما بيسلموهم الأطفال المخطوفين. ولما بيسألوا كريس عن بيتا بيقولوا إن الزعيم كان متضايق جدا لأن في شرطي اسمه فوينتس شغال في قسم مكافحة الخطف سرق فلوس الفدية لما صامويل سلمها له، وإن الزعيم هو اللي قتل بيتا بعدها. وكريس بيسأله مين الزعيم اللي ورا خطفها، والحارس بيقوله إن ما شافش وشه قبل كده. فكريس بيخرج صورة بيتا وبيقول للحارس قول لها مع السلامة، وبيضربه بعدها برصاصة في صدره. والست بعدها بتقوله إن أخو الزعيم هو اللي موت بيتا، وبتدله بعدها كمان على زنازين محبوس فيها بنات تانية مخطوفين. كريس بعدها بيولع في أوضة في المكان وبيفتح الغاز وبياخد الست معاه، وبيخرج الناس كلها وبيدمر المكان، وبيكون قدر يحرر بنت مخطوفة، وبيتصل بماريان علشان تسلمها لأهلها، وبيسلمها كمان الست اللي كانت مع الحارس. ولما بيسألها عن فوينتس بتقوله إنه هو شرطي فاسد وإنه محمي من رابطة الهيرمنداد. وكريس بيديها بطاقة الائتمان اللي كانت مع الحارس، وبيطلب منها إنها تعرف له بالظبط مين اللي بيحط الفلوس في الحساب ده، وبياخد منها عنوان بيت فوينتس وبيمشي. ورب بيكون مع ميجل وبيقوله إن اللي خطفوا بيتا أخدوا أمل كريس الوحيد في الحياة، وإن أي شخص ممكن يكون فنان في أي مجال، لكن كريس فنان في القتل. وبنعرف إن الصحفية ماريانا بتكون على علاقة بميجل رئيس التحقيقات، وبتديله بطاقة الائتمان اللي كريس اداها علشان تعرف الحسابات المرتبطة بيها. كريس بياخد أسلحته وبيروح مكان عالي يقدر يكشف منه الموكب بتاع فوينتس وهو معدي، وبيلقم RPG معاه بقذيفة وبيقف في الشباك وبيستنى. وأول ما بيعدي الموكب بيضرب عربية الحراسة اللي في المقدمة وبيفجرها، وبيقفل الطريق على عربية فوينتس، وبينزل بعدها بيموت طقم الحراس بتاعه، وبيركب معاه العربية وبيروح بيه تحت جسر علشان طيارات الشرطة ما تقدرش تكشفه. وكريس بيكون قادر يحط قنبلة جوه بطن فوينتس، وده عن طريق جهاز بدائي بيستخدمه المساجين لتهريب المخدرات والفلوس جوه السجن. وبيظبط ساعة القنبلة على 5 دقايق، وبيبدأ استجواب فوينتس اللي بيقوله إن هو رئيس الهيرمنداد، وإن هو اللي بيرتب عمليات الخطف وهو اللي بيسرق الفدية. بس الفدية اللي دفعها أبو بيتا كانت ناقصة $7.5 مليون، وإن جوردن محامي صامويل هو اللي سرق الفلوس
الفلوس دي، وبيقول لكريس ان ده شغلي ويا ريت تحقق لي بس امنية اخيرة. وكريس بيقول له كنت اتمنى يكون عندك وقت. وبيمشي كريس ووقت القنبلة بيخلص وبينفجر في وينتس. وبيروح كريس بعدها البيت لجوردن لكن بيلاقيه مقتول في حمام السباحة. وبيدخل بيته وبيلاقي جواب مبعوت له بتحويلات بنكية 2.5 مليون دولار من سامويل ابو بيتا. وبيعرف ان سامويل هو اللي ورا خطف بنته. وبيروح بعدها لبيت سامويل وبيواجهه باللي عرفه. وبتدخل ليسا وما بتكونش فاهمة اي حاجة لحد ما سامويل بيعترف لها ان هو اللي دبر خطف بنته مع جوردن المحامي، وده بسبب انه ورث ديون من ابوه وعمل كده علشان مبلغ التأمين يغطي سرقتهم للفلوس، وان جوردن وعده انه بيتا هتكون بخير ومفيش حد هيلمسها، بس هو خانه بعد كده وعلشان كده هو راح قتله في بيته بنفسه. وليسا بتطلب من كريس بعدها انه يقتل سامويل. وكريس بيخرج خزنة مسدسه وبيخرج الرصاصة اللي كان عايز ينتحر بيها قبل كده وبيديها لسامويل وبيقوله ان الرصاصة دايما بتقول الحقيقة. وسامويل بيحطها في المسدس وبيضرب والرصاصة بتقتله. وبنلاقي ليسا بعدها بتشوف اللي حصل، وميجل بيكون قدر يوصل لصورة الشخص اللي اسمه ذا فويس وبيطلب من ماريانا انها تنشر صورته في الجرايد. وماريانا بتعمل كده وبتكلم كريس وبتديله كل التفاصيل. وبيروح كريس لبيت ذا فويس وبيشوف عيلته، لكن اخو ذا فويس بيجي وبيضرب رصاصة على كريس وبيهرب، بس بتخبطه عربية وهو بيهرب. وبيبدأ يستوعب مرات ذا فويس وبيهددها بقتل اخوه لحد ما بتديله اسمهم الحقيقي، وبيعرف ان ذا فويس اسمه الحقيقي دانيال. فبيأمرها كريس انها تتصل بيه، والمحقق ميجل بيكون في غرفة العمليات وبيراقب كل اللي بيحصل. كريس بيكلم دانيال بعدها وبيقول له عيلتك معايا، ودانيال بيقول له ان العيلة هي اهم حاجة في الدنيا وتقدر تطلب مني اللي انت عايزه. فكريس بيقول له اخوك عايز يكلمك وبيفجر له كل صوابعه، واخو ذا فويس بيفضل يصوت. وكريس بيقول لذا فويس انا هفضل اقطع في عيلتك واحد واحد لحد ما تيجي. فدانيال بيفاجئه وبيقول له ان بيتا لسه عايشة وبيقول له انا هرجعها لك مقابل حياتك. فكريس بيوافق وبيطلب منه دليل انها لسه عايشة، ودانيال بيقول له ان اسم الدب اللعبة بتاعها اسمه كريسي. وبيروح كريس بعدها يقابل دانيال وبياخد له اخوه، وبيكلم ليسا وبيقول لها ان بيتا لسه عايشة وبيديها عنوان المقابلة. وبيروح يقابل دانيال وعصابته لحد ما بيتا بتجري عليه وبتترمي في حضنه، وبيطلب منها كريس بعدها انها تروح لامها وبيودعها. وبيلاقي ان بيتا اخيرا وصلت لامها، وبيكون في قناص بيكون مصوب على كريس لحد ما بيروح لهم وبياخدوه معاهم في العربيات بتاعتهم وبيتحركوا بيه. لكن جون كريس بيموت من اثر الرصاصة اللي اخو دانيال ضربه بيها. وفي نفس اليوم ميجل بيوصل لدانيال ذا فويس وبيقتله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات علشان تجيلك احدث ملخصات الافلام. وسلام.